دي واحده من اكتر اكلاتي المفضله اللي دايما بلجأ لها لما بكون مش عارفه اعمل اكل ايه النهارده. تقدروا تقولوا كده الفيرجن الطيب من المكرونه الوايت صوص، مش بتحتاج بقى ولا مكونات غاليه ولا اي حاجه غريبه. دايما ببقى سايبه فراخ متبله في الفريزر، وهقول لكم النهارده على تتبيلتي المفضله: ميه بصل، ميه طماطم، عصير ليمون، والتوابل ملح وفلفل، ثوم وبصل بودر، وساعات كمان بحط بابريكا. نقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس قوي ونحتفظ بيه في الفريزر وناخد منه وقت ما نحب. ممكن نسويها في الطاسه او نحطها في الاير فراير مع شويه زيت صغيرين لمده نص ساعه، وبنطلعها في النص نقلبها الناحيه الثانيه. وفي حله فيها ميه بتغلي وملح هننزل فيها المكرونه، اي نوع مكرونه، المهم نسويها 3/4 سوا بس. هنطلعها نصفيها، وفي نفس الحله نحط سمنه او زبده، بصلايه متوسطه متقطعه مكعبات صغيره، 3-4 فصوص كده من الثوم، واول ما يبداوا يصفروا كده هننزل بقى 3 معالق كبار من الدقيق، هنحمصه دقيقه دقيقتين كده لحد ما ريحته تبدا تطلع، وهننزل بقى لتر من الحليب والتوابل ملح وفلفل، مرقه دجاج فوريه، وممكن كمان نحط جوز الطيب، وهنقلب على نار هاديه لحد ما القوام يبدا يتقل، ولو حسيناه تقيل زياده ممكن نزود لبن او ميه عادي. بعد كده ننزل المكرونه ونقلب بقى على نار هاديه لحد ما القوام كده يبدا يتقل والمكرونه تكمل سواها في الصوص ده. وبس كده، كالعاده كان طعمها حلو قوي وكريمي جدا من غير بقى لا كريمه ولا جبنه ولا اي حاجه من الحاجات دي. سهله وبسيطه وبنت حلال كده، وبجد لازم تجربوها.